انا نفسي احقق حلمي بس الظروف اقوى مني. ايوه. طيب بصي، انا النهارده جايه اقولك ان الكلام ده مش حقيقي، وهنغير الفكره دي تماما. هنغير التفكير ده في دماغك انتي. تمام. واللي هيغير حياتك مش الظروف اللي انتي بتقولي عليها، لا. اللي هيغير حياتك قرار واحد بس منك انتي. ده اللي هيغير حياتك، مش الظروف. ركزي. لما تقولي الظروف اقوى مني، كأنك بتقولي ان الفقر منعني، كأنك بتقولي ان مفيش فلوس، كأنك بتقولي ان مفيش وقت، وكأنك بتقولي ان كل حاجة ضدي ومفيش حد يدعمني ولا يشجعني. بس الحقيقة لو جيتي دورتي هتلاقي ناس كتير قوي نفس ظروفك وحققوا أحلامهم ووصلوا للأهداف اللي هم كانوا بيحلموا بيها. يمكن نفس ظروفك ويمكن أقوى من ظروفك كمان. الفرق إنهم قرروا إنهم يختاروا يقفوا في وش الظروف دي، مش يستخبوا وراها. قرروا إن هم يقفوا ضدها، يقفوا في وشها، مش يخافوا ويستخبوا وراها. تخيلي بنت نفسها تبدأ مشروع أونلاين. تمام. النت بيقطع عندها، الفلوس قليلة جدا ان هي تبدأ مشروع، ومفيش حد بيدعمها ولا في حد بيشجعها. في بنت قالت الظروف اقوى مني ومش قادرة ومش هعرف اوصل لهدفي، مش هعرف البيج الاونلاين او المشروع اونلاين بتاعي ينجح، مستحيل ينجح. لكن في بنت تانية قالت لنفسها لا، طب ليه؟ طب ما انا اعمل باقة وواحدة واحدة مع نفسي كده. الفلوس القليلة اللي معايا هبدأ بيها صغيرة، مفيش حد بيشجعني، ربنا معايا. ماما بتشجعني، اختي بتشجعني، مفيش، ربنا معايا. بعد سنة بالظبط البنت الاولانية هتسأل البنت التانية انت ازاي نجحتي؟ انت ازاي عملتي كده؟ انا الظروف كانت اقوى مني بكتير، انت ازاي عديتي؟ هترد عليها تقول لها لا، انا كان قراري اقوى من الظروف. كنت انا وقفت ضد الظروف، ما خلتهاش تقوى عليا، انا اللي قويت عليها. بدأت صغيرة والبزنس بتاعي بيكبر واحدة واحدة. وطبعا الكلام ده كله على اي هدف، مش لازم البزنس الاونلاين، على اي هدف. اي هدف هتلاقي فيه عوائق، اي هدف هتلاقي فيه ظروف صعبة تمنعك ان انتي تحققيه. ده اختبارات من عند ربنا. جماعة حبايبي، دي اختبارات من عند ربنا، بتقولك الاختبار ده ليكي. لو فشلتي فيه مش هتوصلي لهدفك، لو نجحتي فيه هدفك مستنيكي بعدين. ربنا ما بيبعتلكيش الاختبار الا لو هو عارف ان انتي هتنجحي في الاختبار. هو صحيح بيبقى صعب شوية، بس انتي هتنجحي فيه بالمعافرة، بالسعي. ربنا عارف، بالمعافرة بالسعي هتوصلي ليه. ازاي تحددي مشكلتك بالظبط؟ تقولي ما تقوليش الظروف صعبة، قولي ما عنديش وقت، قولي ما عنديش حد يدعمني، ما عنديش حد يشجعني. ما تقوليش الظروف صعبة، حددي مشكلتك بالظبط. ابدأي بحاجة صغيرة حتى لو بسيطة، ابدأي بحاجة صغيرة توصلك لهدفك. لو 10 دقايق بس في يومك هيوصلولك واحدة واحدة لهدفك، خدي ال10 دقايق دول واتدربي عليهم. شوفي ال10 دقايق دول هيفيدوكي في ايه في هدفك واعمليهم. الظروف مش هتتغير بسرعة، بس انتي تقدري تتغيري واحدة واحدة. كل يوم تقدري تغيري من نفسك، لكن الظروف ممكن اصلا ما تتغيرش. ما تستسلميش ابدا ابدا، وما تديش فرصة للظروف ان هي تكون اقوى منك. انتي اقوى من الظروف. وهقولك تاني، ربنا ما بيبعتش موقف صعب او ظرف صعب لحد الا وهو عارف ان هو هيعدي فيه. فانتي لو اي موقف صعب وظرف صعب في حياتك هتعدي منه بالسعي والكفاح والمجهود، هتعدي منه. انتي اقوى من الظروف لو قررتي. انا خلصت الفيديو لحد هنا، وانا حباكوا كلكوا تنجحوا، حباكوا كلكوا ما تقولوش الظروف اقوى مني. مفيش حاجة اسمها الظروف اقوى مني. انتي اقوى من الظروف، ده لو قررتي بجد تنجحي. خلاص تمام. انا خلصت الفيديو هنا. انا بحبكم جدا، نفسي كلكم تنجحوا. عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم. باي.